أهلا وسهلا فيكن. اليوم رح أعملكن جوانح مشوية بطريقة خاصة ومميزة، وأنا واثقة أنه رح تعجبكن. يمكن تستغربوا شوي من المكونات، بس عن جد الطريقة كتير طيبة. وطبعا جربوها ودعموني ورح تشوفوا قديش طيبة. تفضلوا معي لنشوف شو رح نحتاج. طبعا جوانح دجاج أنا مقطعتها قسمين وغاسلتها منيح. شايفين هالمنظر ما أحلاه. وفي عنا حبة بطاطا وحدة وحبة تفاح مقشرتن ومجهزتن وبصلة وطبعا توم، وعنا بهارات ماجي بودرة وملح وفلفل أسود وبابريكا حدة وبابريكا حلوة وزنجبيل وجوزة الطيب وتوم بودرة وبصل بودرة، وطبعا كاتشب وزيت زيتون وعصير نص بردقانة. وهلأ تفضلوا معنا لنشوف كيف بدنا نتبلون. هلأ حنحط زيت الزيتون وعصير البردقان، ونبلش نحط بالتوابل يلي حكينا عنها. الكاتشب بيعطيها نكهة طيبة لأنه فيه خردل، وشوية من الثوم المهروس، وبصل طبعا شوي أنا البصل قطعته جوانح أخذت منه شوي، والبهارات اللي حكينا عنها كلياتها رح نحطها مع الملح. وهلأ رح نحركهم مع بعض قبل ما نسقط الجوانح. وهلأ بنسقطهم شوي شوي لحتى ياخدوا ويتشربوا من التتبيلة اللي عملناها. وهلأ بعد ما جهزناهم كلهم بنتركهم من 2 ل4 ساعات. طبعا كل ما كترنا كمية الترك كل ما كان أحسن. هلأ رح نجيب صينية بعد ما جهزوا الجوانح عنا، بنحط شوية زيت زيتون لأنه زيت الزيتون بيعطيها نكهة كتير طيبة. أي شيء أنا بحب استخدم صراحة فيه زيت الزيتون. هلأ منرش هيك البصل منوزعه بالصينية كامل. طبعا هذا كله رح يدوب ما رح تشوفوه. وهلأ التوم أنا قطعته تقطيع طبعا مو فرم، قطعتهم شايفين كمان رح نحطهم بطريقة منتظمة. والبطاطاية والتفاحية قطعتهم مربعات صغيرة وهيك حطيتهم كمان بالصينية. وهلأ بعد ما توزعوا كلياتهم بنفس المستوى كمان برجع بحط زيت زيتون مشان يتشربوا زيت الزيتون. هي الأكلة كل ما تشربت زيت زيتون كل ما كانت طعمتها سبحان الله أطيب. وهلأ الجوانح صارت عندي جاهزة، ورح بلش حطها بالصينية بشكل مرتب. طبعا بترتبوها انتو على ذوقكن، هاي الترتيب اختياري، بس بدها تكون كلياتها فوق البصل والثوم وهدول الأشياء اللي حطيناهون بدها تكون كلياتها. وهلا هيك صارت عندي الصينية جاهزة. شوفوا لي هالمنظر، المنظر لحاله بيحكي. هلا حطيتها بالفرن، شوفوا لي بلشت هيك تستوي وتتقرمش، وهيك صارت عنا الصينية جاهزة. وعن جد جربوها ورح تدعولي كتير كتير طيبة. ولا تنسوني من دعمكم لأنه دعمكم كتير بيهمني. أهلا وسهلا.